أمسيتكم طيبة، أسعد الله أوقاتكم، شيئتم طيبة. أهلا وألف مرحبا بكم أحبتي على قناتكم التي احتجتم أن توافيكم بالجديد للاطلاع على أخبارنا. عليكم سوى الاشتراك وتفعيل زر الإعجاب وتفعيل كذلك جرس المشاهدة ليصلكم جديدنا. المؤثرة مايا رجيل الآن يعني تعرضت أمها لحادث مرور خطير لولا ستر الله سبحانه عز وجل، حيث أن السيارة يعني هي على الشاشة لكم أن تروا السيارة. حقا مايا رجيل كانت في حالة نقلوها مباشرة إلى المستشفى بسبب يعني الصدمة، حيث أن سيارتها جديدة ولم تتعود على السياقة لربما من قبل، وهذا قضاء الله. الحمد لله على سلامتها. ظهرت مايا رجيل وهي بجانب أمها في المستشفى تطمئنها وكذلك تطمئن المشاهدين عبر ستوريات وعبر لايفات مباشرة، وكذلك صار أختها يعني هرولت لعين الحادث وحمدت الله عز وجل على سلامة والدتها المؤثرة مايا رجيل. ظهرت في سيارتها وهي تبكي بكاء على أمها وتقول يعني لولا حفظ الله لكانت أمي يعني في حالة خطيرة، وكذلك قامت بمعاينة سيارة أمها وكانت إصابات شديدة جدا. حقا الحمد لله على سلامتها، لربما صدقات لربما أي شيء أماط عنها الأذى، فالحمد لله على سلامتها. قودوا بحذر وسوقوا بحذر، وكذلك لا تقودوا بسرعة قصوى، فحوادث المرور هذه الأيام بكثرة على خاصة على الطرق على الطريق السريع. ظهرت مايا رجيل قبل 3 أيام في فيديو وهي تودع الفيلا وتبكي كذلك، وقالت تركت ذكريات ويعني أمضيت أجمل أيام في هذه الفيلا. ليسألها المشاهدون كيف تركت مسكنك وتغادرين بدون سبب، فقالت أنا هذا ليس مسكني، كما نقول بالعامية كنت كارية، مجرد كراء للفيلا، والآن سأتنقل بإذن الله للمنزل الجديد. والعين كذلك حق، اللهم احفظهم يا رب العالمين بسترك، وكذلك الإنسان يجب أن يقضي أموره في الستر، فالعين حق. الحمد لله على سلامتها. ويعني في السيارة ستأتي سيارة أخرى. الحمد لله على سلامة أمها. أعزائي في الأخير صلوا على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، ونحبكم في الله جميعا. إلى اللقاء.